يومنا النهارده من عمان مع عليان اجمد شيف في عمان، وهنعمل احلى جوله اكل في عمان كلها. من أكتر التجارب اللي تخليك تفهم الشعوب هو أكل الشارع. في كل بلد بنزورها بنحاول إن إحنا نجربه. بصوا يا جماعه بقى، هنا في اختراع اسمه الشوت. شوت الشتاء تشربش. لا لأن ده بيديك أقرب انطباع عن طبيعة الشعب، وبيعرفك أكتر عن مطبخهم وثقافتهم وعاداتهم. واحنا داخلين قابلت ناس مصريين قالوا ان العرايس هنا احلى من الحواوشي بتاعنا. والنهارده احنا في عمان في الأردن هنخوض التجربة دي وندوق أكل الشارع الأردني اللي طول عمري بسمع عنه وعن جماله. يا لهوي على الجمال. ونشوف قد إيه هو شعب طيب وكريم ومضياف وأصيل. معلش هذا بلدك، انا عارف والله اخواتنا واهلنا والله بالله عليك ان شاء الله صح. انا بنصح كل السياح يا جماعه بس تيجوا على الاردن امسكوا كاميرات ولفلفوا راح تاكلوا من غير كل شيء كاميرات ببلاش. والله من غير كاميرات. بس عايزين نعمل بقى ايه؟ اكل في الخبايا. في الخبايا اسرار اماكن بعمان تروحها اذا بتيجي عليها راح تستمتع لاقصى درجه ممكنه. من الاخر يلا تمام. قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش دعمونا كالعاده بلايك واشتراك في القناه. هنبلش بقى عشان هنا بيقولوا في الاردن هنبلش، يلا. وهنبلش فيديو النهارده. يلا بينا. يلا بينا. يلا صباح الفل. لبسنا وجهزنا واستعدينا وقابلنا محمد، وهنطلع على فين اول حاجه؟ طالعين على السلط عند وحده من اشهر النساء العاملات عشان يعملوا لنا فطور بلدي فلاحي من الاخر في الرايق. بس. يلا بينا. يلا اشي زي الخياره وعليه وبر. جرب. بسم الله. اوه رهيب، احلى من الخيار بكتير. هاي عمرها تتجاوز 40 يوم داخل الارض، وغير الخيار ما في لا هرمونات ولا في مواد كيماويه ولا شيء، طبيعي. بس على مية رب العالمين بس. والاردن بتتميز بشغله الخضار والفواكه اللي فيها عن جد زكيه. وقفنا جبنا فكوس، كلنا 2 3 والراجل مش عايز ياخد فلوس يعني. احنا هذا الطبيعي بالاردن. احنا عندنا الضيافه بتجنن من احسن دول العالم. قد ما تلف وقد ما تروح كل يوم بنتخانق عايزين ندفع كل يوم. ما فيش حرفيا. بزبط. انا لما اطلع على المدن الثانيه بدفعش ولا شيء. هذا الطبيعي بالاردن. لدرجه انه احيانا سياح بيجي بيسالوا عن واحد بيحكي له لو سمحت بدي اروح على وسط البلد. من وين وسط البلد؟ بقول له انت من وين؟ بقول له انا مثلا والله من السودان. بقول له والله ما بتنزل على السودان غير لما تتغدى عندي وبعدين تروح على وسط البلد تبعك. فحسن الضيافه هي مشهورين فيها العرب. طبعا هنا بقى المزرعه فرشنا كلها مشمع زي ما شايفين، عشان الشجر لما ينزل التوت ما يتوسخش على الارض ويعرفوا ينقوه بسهوله. كل ده بص يا جماعه عين الجمل عامل ازاي. دي الشجره بتاعته. بعد كده بقى بيتكرمش وينشف ويبقى عين الجمل اللي احنا نعرفها. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام يا هلا. ازيك عامله ايه؟ شو الاخبار؟ عايز اقول لكم هنفطر النهارده احلى فطار في الاردن كله. عند ام عمر ببيتي ميسر حياري منتجات اجدادنا. اهلا وسهلا بالجميع. اهلا وسهلا بيكم. احلى فطار احلى فطار ده انا ام المصريين بيقولوا والله على راسي والله على راسي. وسمعت ان انت اي حاجه بتعدي هنا تعمليها مربى. ابدا. عندك كام نوع مربى؟ 42 نوع. 42 مربى. 42 اي فاكهه بتعدي عليكي اعملها مربى على طول. حلو قوي. هي دي كل الانواع المربات اللي موجوده صح؟ نعم. تسلم ايديك يا رب. مربى فراوله، خوخ، مشمش، برجل، قرع. تين. 44 اشبه زهور اعشاب من الجبل. بتطلعي تنقي الورد بالضبط. بنفسك بطلع مره ومرتين وثلاث بس بالربيع حتى لتقويه عضله القلب كمان. اسمها 100 بتتغلي تتغلي وتتشرب. تتشرب. نعم. اسمها ايه؟ جعده. جعده. جعده الصبيان. هاي السماق اللي بلقطه عن الشجر. شايف كيف إن هو؟ اوه السماق اهو يا جماعه. السماق. ده اللي بيدي اللون الاحمر في الاكل. بالنهايه هاي الطريقه. وبعد كده يتطحن يبقى كده. ده السماق اللي بيطلع لونه احمر في الاكل وفي الرز في اكله مشهوره عندكم بتتعمل بالسماق. السماق اللي هي المسخن. مسخن. مش بتصور ماما.
مقلوبة هي عبارة عن زهرة وباذنجان ودجاج، وبنحط شرحات بندورة ورز بنخلطه، رز مصطفى ورز عادي مصري. الله الله اكبر. هاي مقلية؟ لا جبنه بلديه. هاي مقليه. بلديه من الخروف جوا، بتحلب وبتعمل الجبنه هاي عشان تاكلها فريش. هاي زبده بلديه برضه من الخروف تنحلب. زبده تاني. وبتنعمل. تمام. هذا زيتون. ايوه ماشي. زيتون. هاي لبني برضه بلديه. اللبنه هذا- دي انتوا مشهورين بيها قوي، بتعملوها حلوه قوي بصراحه. طبعا الزعتر وزيت زيتون ده اساسي في الفطار برضه عندكم. معمول هون كل شيء، كل حاجه معموله هنا. عندك هون البيض البلدي من الدجاج جوا، الدجاج جوه، الله على الروقان قوي. وعندك هذا ده اللي إيه هو اللي بقى؟ حكينا عنه، ده مربى. هذا المربى الزنجبيل والليمون المفضل عند الملكه. هذا هو مقدوس. حبة البتنجان سلقوها، بعد ما سلقوها عصروها طلعوا كل المرار اللي منها، بعدين جابوا جواتها الوالنتس، وبعدين بس يخلصوا بكبسوه بزيت زيتون، بتركوه لفتره بيطلع معك هذا الشيء. اوه ده اختراع ده يا معلم. بس انا صراحه مصدوم من ده يا جماعه كيف بيطلع. جرب المكدوس يا جماعه. المكدوس عباره زي ما قلنا هو بتنجان في زيت زيتون بقاله مثلا فتره طويله قوي، ممكن سنه، ممكن ساعات بيقعد سنتين. بسم الله. خطير والله، قوي جامد. خلي بالك المصريين بيعشقوا حاجه اسمها بتنجان. طبعا الزيتون هنا في الاردن في حته تاني من الكوكب كله. قلايه البندوره. طبعا انا لغايه دلوقتي مش مقتنع، هما بيحاولوا يقنعوني بس انا مش مقتنع. دي قلايه البندوره، دي بين طماطم مع صوص. طماطم لسه طالعه من الارض. اللي يجي الاردن ما يفطرش هنا فاتوا كتير قوي. بتفطري الساعه كام انتوا؟ بتقومي الساعه كام الصبح؟ لا أنا بفطر على 6. 6 الصبح. 6 الصبح بفطر عادي. بتفطري 6 الصبح. ابدا. أيوة. على 4 بصحى بعجن عجينات، بعدين بقوم على الصاج على 6، ببلش خبز للساعة 7، ومن بعدها بصير استقبل بضيوفي. عايز اقول لكم ازاي زيت الزيتون والزعتر بيتاكل هنا. لقمه عيش عادي تبلها في زيت الزيتون، لا زيتان، تقوم داخل في الزعتر. صح؟ صح. يا باشا خلاص يا باشا، انا بقيت منطقة اردني جواز، خلاص، خلاص. انا في الاردن خلاص. ثلاثة. عايز اقول لكم قصه بقى تانية، ان هي ليها قصه كمان مع المصريين. كانوا يسموني ام المصريين، لدرجة انه 30 سنة عاش عندي المصري ببيتي، بغرفة من بيتي، وكان من احسن الناس. وبعدين كانوا المصريين لما اللي بده يطلع يحضر مباراة، اللي بده يروح على اربد، يجيب مرته عندي ينيمها بكل اريحيه، اللي عندها ذهب تخبيه عندي، اللي عنده سياره بده يروح على مصر ويرجع يخلي السياره عندي، اللي عنده زيت زيتون كان يخزنه عندي، اللي عنده مصاري بالالافات كان يخزنه عندي، ولذلك سموني ام المصريين. ربنا يخليك يا رب. كل حاجه معموله هنا يا جماعه. بلد. اللبن كله بلدي. بلد. البهارات بتاعت المنسف انتوا من يا ليلى الطبيعة. جبتيها من الطبيعه. من الجبال، بلف الجبال هاي الحواليه كلياتها بايام الربيع مره ومرتين وثلاثه، ربنا يديك حتى اجيب الصحة الزهور تبعاتها اللي وتتطحن وتبقى وتطحن وانشفها واخزنها منشفه عيدان، مش اطحنها. اطحن باول عشان ضله فريش 100%. لما بيتطحن يبقى فريش. وكمان في حاجه تانية بقى عجبتني قوي قوي قوي، اللي هي انت محتفظه دايما تقولي ايه، اجدادنا كانوا بيعملوا كده. طبعا اجدادنا كانوا محافظين على دي، فنحافظ عليها برضو. أنا لولا- الاصول لولا جدتي كنت اشتغل معها ما كنت اكتسبت الخبره هاي. انا بالدراسه فاشله، بس بالشغل زي ما كانت تشتغل جدتي اشتغلت ونجحت الحمد لله. خلاص خلصنا هنا، هنتحرك احنا والشباب على سوق الحمام وناكل حلو ونروق. يلا بينا. وصلنا بقى ايه وسط البلد في السلط. بس شارع الحمام الاجواء رهيبه بصراحه. هون هي عباره عن كوبي بيست عن نابلس. الجوهر المبنيه فيها المدينه هون كلياتها من نابلس، البضاعه اللي كانوا يشتروها ايام زمان كلياتها من نابلس، فهم يقطعوا بس يروحوا يجيبوا ويرجعوا. وكان في ناس ايش يسووا، يشتروا البضاعه برضه من القدس من كثر ما هي قريبه، كان ينزلوا على الحمير من السلط على فلسطين عشان يجيبوا الاغراض تبعهم.
جايين نجرب حلو اسمه شعبيات. شعبيات موجود بهذا المحل فقط. هذا المحل قديش صار له هذا المحل فاتح؟ زمان. هذا فيش حد بيعرف تاريخ قديم. زمان قوي. يا لهوي عن جد. خطيرة غرقانة عسل. طيب عايز اقول لكم ان السلط تحت اليونسكو او تحت اشراف اليونسكو بصراحه جميله جدا. المباني فيها رائعه، الطوب اللي مستخدمينه، الطوب الاصفر اللي مستخدمينه غايه في الجمال والروعه، تفاصيل مفيش كلام بعد الكلام. طيب يا جماعه شايفين هذا الاشي كله؟ هذا هو اللباس الاصلي التراثي للناس اللي عايشين بالسلط ايام زمان. ايام زمان حكينا كان في حروب بين مين؟ بين اسرائيل، بين اليهود والفلسطينيين والاردنيه وهيك، فكانوا ايام زمان يخبوا الفدائيه جوا اواعيهم ويمرقوا فيهم ايش؟ بين الحدود. والشغله الثانيه قويه يعني جدا خارقه، النساء السلطيات من اقوى النساء الموجودين على وجه الارض. ليش؟ لانه كان كل الناس يتفتشوا، والله قشعر بدني وانا بحكي، كانوا كل النساء يتفتشوا من اليهود الا السلطيات، ولا حد يقدر لهم. فكانوا يخبوا كل هذا ايش؟ هذا يعملوا طبقات. هذا عن جد اللباس الحقيقي. كانوا يخبوا الناس جوا، بعدين لما يطلعوا يحصدوا هيك كانوا يخبوا المونه تبعتهم كلياتها جوا، معاها الاغراض تبعونها، الحبس كله موجود جوا. يس. قد ايه طوله تقريبا؟ ده 3 متر. تقريبا 3 متر. اهو فعلا كانوا يلبسوا ده. لا خدنا جولتنا في السلط مدينه. اي حد يجي عمان والله لازم يجي. بص 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 يعني ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده بجد؟ بص المباني عامله ازاي؟ كلها يونسكو. خلصنا هنا وهنرجع تاني على عمان نكمل يومنا هناك ونجرب حاجات غايه في الجمال والروعه. قهوه سريعه عشان انا خلاص انا عايز اشرب قهوه. يلا. انت مقصر معايا في القهوه. لا لا ابدا، احنا بدنا نشربها وعشان ريلاكس المعده تهدى شوي صغيره، بعدين نروح على الجوله الثانيه. يا سيدي قوية والله قوية. تسلم ايدك. تسلم ايدك. انت بتهزر والله العظيم. ايه الجمال ده؟ ايه ده؟ يا جدعان والله العظيم تسلموا. والله تسلموا 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 والله. جبنا السكوتر، خلصنا عودنا ركبنا السكوتر. مش عارف شايفيني ولا انا داخل في عينيا في الشاشه، وطالعين على وسط البلد بقى عشان ايه بقى؟ الغدا بقى. روس، طحال، نخاع، لسان. اذا قلبك ضعيف لا تيجي ولا تكمل الفيديو. ده بجد اللي خاف يروح. داخلين بقى ايه؟ مصمت صغير كده اردني رايق. ابو احمد هيبدع النهارده. ادينا حته لحمه راس كده الله يكرمك. ده ايه ده؟ لسان. بسم الله ندوق ونجرب. ده لسان. خطيره. الطحال يا جماعه اللي ما يعرفش الطحال فايته كتير، يعني ولا هو كبده ولا هو، لا انت ما تفهمش هو ايه، بس طعمه حلو. ندوق ونجرب. بسم الله. نبدا بايه؟ بالطحال. بسم الله ندوق ونجرب. بسم الله. يا لهوي على الجمال والله. جميل جميل جميل. بسم الله. ندوق بقى لحمه الراس باللسان. بسم الله. رايقه قوي يا جماعه. اللي ما بياكلش الحاجات دي فايته كتير. اكتبوا لنا في الكومنت مين بيحب الحاجات دي وبتحبوا فيها ايه بالتفاصيل، ومين ما بيحبهاش. سلام يا ابو احمد. سلام سلام حبيبي. اوبا. والله غير خليه يدوخ اليوم تحدي. انه انت راح تروح يا باشا انا جاهز. نو يلا. كالعاده بقى الخناقه كباب ولا كفته. هم ده كباب عندهم، كفته عندنا احنا. احنا الكباب بتاعنا لحمه قطع لحمه صغيره كده متحمره بقى يعني مشويه على الفحم. شوجر اللي هي الشوجر بتاعتكم احنا بنقول عليها كباب. ريحتها حلوه قوي. اللحمه حلوه. البهارات رايقه. ابو طارق مشهور
بيوم الجمعه خصنص واحده من الطقوس اللي بتصير عندنا هون انه لازم ننزل عليه تقريبا الساعه 4 الفجر 2 3 الصبح، بكون هون دور فل. ايش تفطروا زينا هيك؟ كفته؟ احنا بنفطر فول وطعميه يوم الجمعه، فول وطعميه. طبعا بعد الهرس والمهرسه لازم نحلي شويه، نرطب شويه. فاحنا جينا المكان ده من 1987. نجرب بقى حلاوه الجبنه. حلاوه الجبن هي عباره عن سميد مع جبنه في العجينه اللي بره، ومن جوه محشيه قشطه وفستق بيستاشيو فوق. طبقك بتدوب في البق. لازم تجربوها. بسم الله الرحمن الرحيم. هريسه بالقشطه، ندوق ونجرب. بسم الله. يا نهار ابيض، ايه ده؟ بيلحقوا ايه يا عم الجمال ده؟ بجد. طب يا جماعه هنجرب ارزق جبنه. لا الاتنين جامدين قوي، مختلفين، بس دي اختراع. اوف ايه ده؟ رهيبه، جامده جامده. عايز اقول لكم حرفيا مش قادر اتنفس. قعدنا نضرب والاكل حلو، يعني انت مش بتدوقه خلاص، انت بتدوقه بتكمل الاكل لان الاكل حلو. رايحين دلوقتي لواحد من اشهر الناس اللي بتعمل عرايس، اللي هو عندنا احنا حواوشي. ايه الفرق ما بينه وما بين الحواوشي المصري؟ في فرق كبير، انتوا عندكم بيجي معه بصل وبندوره، احنا أيوه. بيجي بس بندوره. بندوره بس اللي هي الطماطم واللحمه مفرومه، بس اللحمه رقيقه عندكم أكيد. صح كده؟ ونوع العيش، انتوا العيش الابيض بالظبط. احنا العيش بتاعنا بلدي واللحمه تخينه شويه. 100%. الله عليك، حبيبي. تسلم ايديك حبيبي. اوه بسم الله. احنا جبنا الاكل من جوه الفرن، يعني جبنا حاجتنا من جوه الفرن مولع. هندوق ونجرب احلى عرايس في الاردن، في عمان كلها. يلا بينا. واحنا داخلين قابلت ناس مصريين قالوا ان العرايس هنا احلى من الحواوشي بتاعنا. طيب هما اتنين مختلفين بس ده جامد قوي. مش هقول انهي احسن لان كل واحد بيحب حاجه معينه، بس انا حبيته. عايز اعرفكم على راجل خطير قوي. الراجل ده انا والله ناس خطيره وانت موجود. وكريم كرم والله حبيب العظيم. قلبي. الناس هنا يا جدعان جميله قوي والله العظيم. والله ما في جمال من بعدك. انتوا اخواتنا والله. والله انت الروح، انت الروح. حبيبي اخويا، حبيبي القلب. على الراس يا يلا الروح. تسلم ايديكم والاكل. حبيبي يا جدعان احنا كل يوم بنتخانق الخناقه دي. هو في ايه يا عم؟ مش عايزين ياخدوا مننا فلوس. والله ما بهزر. تسلم ايدك حبيبي. بقالنا نص ساعه بنتخانق مش عايزين ياخدوا مننا فلوس. بس ايه يا عم الكلام؟ عشان هذا عشان شو اسمه تبين انه مش اعلان دافعين لك فلوس. والله ما اعلان. احنا ايه؟ تعبت ولا لسه؟ حلو حادق، حلو حادق. احنا خلصنا العرايس وداخلين على الحلو. بسم الله يلا يا باشا بسم الله. هي قرفه وسمين. قرفه وسمين. اسمها دحدح. طيب ودي هريسه عليها مكسرات والسمن بقري. تمام. جنبها سمن بلدي. هريسه بس سمن بلدي. دحدح سميد وقرفه. حبيبي انا عندي مشكله واحده ان انا ما باكلش الجوز اللي هو العين الجمل. طيب حلوه بس انا حلوه بس مش ليا. ما بحبش القرفه وما بحبش الجوز. الكيكه التركيه. دي ترلتشلي. تيراليتشي. ترلتشي ترلتشلي. اسمع والله اكلنا سكر كتير. ثانك يو سو ماتش حبيبي. قلت لك بيعملوها حلوه قوي. بصوا بقى دي يا جماعه هريسه بالمكسرات. بسم الله. رايقه قوي رايقه قوي. قلنا الشرف فيكم. لا معلش هذا بلدك. انا عارف والله اخواتنا واهلنا اهلا وسهلا. بالله عليك
ان شاء الله صح. انا بنصح كل السياح يا جماعه بس تيجوا على الاردن امسكوا كاميرات ولفلفوا راح تاكلوا من غير كل شيء كاميرات ببلاش. والله، من غير كاميرات ببلاش كله والله، من غير كاميرات. امبارح برضو ماشي بس كده والناس مش عايز تاخد مننا فلوس والله. This is Jordan. هاي الزقق هاي بتلاقي فيها شغلات عن جد قديمه وعن جد هيك اثنتك. فيلا مرتبة. هذا مقهى قديم تعودت اجي عليه من سنه 1990. انا عمري تقريبا 60 عام ما شاء الله. ومتعود. اول شيء الاطلاله جميله جدا، القعده هادي جدا. في عندك عبد الحليم حافظ كل يوم نسمعه تقريبا. بحب كل اللي بيشتغلوا بالقهوه تقريبا، الناس اللي بيجوا زينا. القهوه هاي من وين انت؟ انا من فلسطين، من وين؟ من قلقيل. من والله ونعم، افخم ناس بالحياه. وصلنا بقى اللي بتاع الايس كريم اسمه بيج داش. هلا بدنا ناكل بوظه. بيج داش. هذا بيج داش. بالعاده الناس بتاكل من عند حبيبه، بعد ما حبيبه بتروح تحلي عنده او بيعملوا اثنين مع بعض، بيجيبوا البوظه وبحطوها عليها. لسه قال لهم الكلام هيك بيعملوا بتركيا بالعاده. لا شوي بفهم بالاكل يعني. عندي برنامج سفر. الراجل ده عنده برنامج اكل قوي جدا اسمه ايه؟ فود بلا حدود. فود بلا حدود. طيب هناكل ايه من الراجل العسل ده؟ ما تيجي نخش ونشوفه. يلا. عربية، بوز عربية ايس كريم فيها مستكة. بالمستكة حليب وسحلب. بوزة عربية بالمستكة والسحلب. خطيرة. حلوة والله حكاية. غالبا دي آخر حاجة. أنا خلصت. لا 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 والله ضايع. إيه تاني؟ إذا لسه ما بلشنا. لا آخر حاجة يا ابني المحلات قفلت. لا يلا بنرجع على اللي بعده. يلا وصلنا لاخر نقطه، هنشرب حاجه تهدي وتروق تقريبا، ده اللي انا فاهمه. بس عايز اقول لكم ان الراجل ده رايق قوي وبيجيب خبايا الاماكن. يعني المكان ده اصلا مستحيل تشوفه اصلا وانت ماشي في الشارع. يعني احنا داخلين لغايه ما وصلنا عنده انا مش شايفه. الحمد لله. بصوا يا جماعه بقى، هنا في اختراع اسمه شوت الشتاء. شوت الشتاء. جماعه ادري شيء اسمه شوت الشتاء. هذا عباره عن زنجبيل تشربش. زنجبيل وليمون وماء ورد وهيك، ولكن اول ما تشربه بصير شيء. خلينا نفرجيكم الرياكشن تبعه. لازم شوت ضربه واحده. مستحيل. اوكي والله مستحيل. بسم الله. يا نهار ازرق. ايه ده؟ شو ايه ده؟ ايه ده؟ خلص والله ما قادر. خلاص قربت اخلصه. عشان كده بتاخد مره واحده. من الصبح نازل اكل اكل اكل. عشان كده بتاخد مره واحده، عشان لو وقفت في النص مش هتشوف قدامك تاني. اماكن كتير بقى في الاردن تلاقوا حاجات من مصر محطوطه، بحبهم والله، شعب واحد. واحنا والله بنحبهم والله شعب واحد. والله العظيم. اجدع ناس. طيب دي كانت اخر حاجه، وحابين نشكر عليان يا عم. لا مني ليه؟ تسلم والله. اماكن غايه في الجمال والروعه، خبايا لو كنا لفينا لوحدنا ما كناش نعرف نوصل لها. بالعكس والله. الله ينور. شكرا ليك وشكرا للناس اللي تابعتنا لاخر الفيديو. ليكم معانا، ما تنسوش حاجه الفتره اللي جايه، ما تنسوش تعملونا كالعاده لايك وسلام. شكرا. السلام عليكم. سلام. شو هذا عشان وجع الراس؟ والله صدع. كتر الاكل بيصدع. كتر الاكل احنا بندوق بس عشان نقول لكم راينا في الاكل. احلى كوبايه قهوه، الوش بتاعها نص رايح عامل لي قلب.
انا مش هتكلم، يا مصريين ردوا على الكلام ده. اهو اهو ينفع كده القهوه تبقى كده؟ ينفع يا صاحبي؟